أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن 4 أدوات ممكن يكونوا صغيرين، بس صدقوني هينقلوا مستواكم في الألماني لمكان تاني خالص. الأدوات دي هيخلوا كلامكم يبان طبيعي ومتقدم أكتر بكتير. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. طيب عشان ندخل في الموضوع على طول عندي سؤال. تخيلوا كده عايزين تقولوا الجملة دي بالألماني إحنا رحنا المهرجان بالرغم من الجو الوحش. يا ترى ممكن تتقال إزاي؟ فكروا فيها كده ثانية. السؤال ده بالظبط هو اللي هيفتح لنا الباب للدرس بتاع النهاردة، عشان هنعرف الأدوات اللي بتخلينا نقول كلام زي ده بسهولة. بصوا بقى، خطتنا النهاردة بسيطة خالص. هنتكلم عن 4 أدوات مهمين قوي: تراتس وفيجن وشتات وفيرنت. هنشوف كل واحدة معناها إيه بالظبط وبنستخدمها إزاي في جملة، وفي الآخر خالص هقول لكم على الخلاصة أو القاعدة الذهبية اللي هتربط كل ده ببعضه. يلا نبدأ بأول واحدة معانا وهي كلمة تراتس. ببساطة تروتس دي بنستخدمها عشان نقول بالرغم من، يعني لما تبقى بتعمل حاجة وفي عائق أو ظرف معين المفروض يمنعك بس أنت عملتها برضه. تمام، يبقى تروتس يعني على الرغم من. طيب الكلام النظري حلو، بس تعالوا نشوفها في جملة حقيقية عشان الصورة تبقى واضحة تماما. فاكرين السؤال اللي سألته في الأول؟ أهو ده الحل بتاعه. الجملة بتقول Wir sind trotz des schlechten Wetters zum Festival gegangen. الترجمة: إحنا رحنا المهرجان بالرغم من الطقس السيء. عايزكم بقى تركزوا قوي في اللي جه بعد تروتس. تشوفوا كده des schlechten Wetters. الحتة دي فيها سر مهم قوي وهنرجع له كمان دقيقة. والحلو في تروتس إنها مرنة، يعني مش لازم تيجي في نص الجملة، ممكن نبدأ بيها كمان. بص على المثال ده كده: Trotz des Wetters fahren wir gern an die Nordsee. المعنى هنا بالرغم من الجو ده احنا بنحب نروح بحر الشمال. لما بتبدأ بيها كأنك بتعمل توكيد، بتشدد على فكرة ان بالرغم من كل ده احنا بنعمل كذا. طيب مثال أخير عشان نثبت المعلومة. Wir hatten trotz des Wetters eine wunderschöne Zeit. يعني على الرغم من الجو احنا قضينا وقت يجنن. الفكرة كلها انك بتوضح ان العائق ده اللي هو الجو ما أثرش علينا وما قدرش يمنعنا من اننا ننبسط. طيب نرجع بقى للسر اللي قلت لكم عليه. ايه حكاية des schlechten Wetters دي؟ ليه ما قلناش trotz des schlechten Wetter؟ السبب انه تروتس من الادوات اللي بتفرض على الاسم اللي بعدها حالة اعرابية معينة. الحالة دي اسمها الجينيتيف او بالعربي حالة الاضافة. بمنتهى البساطة في حالة الجينيتيف دي لو الاسم مذكر او محايد الاداة بتاعته سواء دير او داس بتتحول لدس، والاسم نفسه بياخد اس في اخره. ركزوا في القاعدة دي كويس قوي عشان هتتكرر معانا في كل الادوات اللي جاية النهاردة. تمام كده مع تروتس. يلا بينا ندخل على الأداة التانية وهتشوفوا ازاي القاعدة اللي لسه قايلينها دي هتسهل علينا الدنيا. الأداة اللي معانا دلوقتي هي فيجن، ودي بنستخدمها عشان نقول بسبب. يبقى فيجن معناها بسبب أو نظرا له، والمفاجأة إنها زي تروتس بالضبط، ليها نفس القاعدة النحوية. تعالوا نشوف مثال عشان الدنيا توضح. الجملة بتقول Wir sind wegen des Regens zu Hause geblieben. الترجمة بسيطة: إحنا قعدنا في البيت بسبب المطر. كلمة فيجن هنا بينت السبب اللي خلانا نقعد في البيت. وشوفوا تاني نفس القاعدة شغالة معانا. كلمة المطر بالألماني der Regen يعني مذكر، ففي الجينيتيف بقت إيه؟ des Regens، بالظبط زي ما عملنا مع تروتس. تمام، نيجي بقى للأداة رقم 3 معانا النهاردة، شتات. دي بقى بنستخدمها كتير قوي في كلامنا اليومي ومعناها بدلا من. شتات يعني بدلا من، بنستخدمها لما نكون بنختار حاجة ونسيب حاجة تانية. يلا بينا نشوف أمثلة. بصوا على المثال ده: Statt des Kinos gehen wir in den Park. يعني بدل ما نروح السينما احنا هنروح الحديقة. وللمرة الثالثة على التوالي بنشوف نفس القاعدة. كلمة das Kino المحايدة بقت des Kinos. ليه؟ عشان شتات هي كمان من شلة الجينيتيف. طب ناخد مثال أصعب شوية عشان نشوف أشكال تانية. Wir haben statt einer Italienreise eine Kreuzfahrt in der Karibik gemacht. الترجمة: احنا عملنا رحلة بحرية في الكاريبي بدلا من رحلة لإيطاليا. هنا بقى في تغيير بسيط. كلمة إيطاليان غايزة مؤنثة. في حالة الجينيتيف الأداة المؤنثة أين بتتحول لأين، عشان كده قلنا أين إيطاليان غايزة. وكده نوصل لآخر أداة معانا في شرح النهاردة، وهي فيرنت. ودي بنستخدمها لما نكون بنتكلم عن الزمن، يعني حاجة بتحصل أثناء أو خلال فترة معينة. يبقى فيرنت معناها أثناء أو خلال. وخمنوا إيه؟ أيوة بالظبط، هي كمان بتاخد جينيتيف، الرباعي اكتمل. تعالوا نشوف أمثلة عشان نفهم بتيجي إزاي مع الوقت. بصوا على الجملة دي: Die Ostsee bietet während der Sommerferien bestes Badewetter. المعنى إن بحر البلطيق بيوفر أحسن جو للسباحة خلال إجازة الصيف. هنا بقى عندنا حالة الجمع. كلمة Sommerferien يعني إجازات الصيف،
دي جمع وأداتها دي. في حالة الجينيتيف أداة الجمع دي بتتحول للدير، فبقت دير زومرفيريان. مثال تاني عشان نأكد على حالة الجمع دي. Wir fahren während der Wintermonate gern in die Schweiz. يعني إحنا بنحب نسافر سويسرا خلال شهور الشتاء. وشايفين تاني؟ der Wintermonate دي كمان جمع، عشان كده استخدمنا der في الجينيتيف. وبكده نكون خلصنا الأربع أدوات بتوعنا. دلوقتي بقى ميعاد أهم حتة في الفيديو كله، الخلاصة، أو زي ما بنسميها القاعدة الذهبية اللي هتلخص الليلة دي كلها. زي ما شايفين في الجدول اللي قدامنا ده الموضوع بسيط. تروتس يعني بالرغم من، فيجن يعني بسبب، شتات يعني بدلا من، وفيرنت يعني أثناء. والحاجة الوحيدة اللي لازم تطلعوا بيها من الشرح ده هي إن الأربعة دول بيجي بعدهم جينيتيف. ودي بقى القاعدة الذهبية اللي عايزيكم تحفظوها زي اسمكم. لما تشوفوا أي واحدة من الأربعة دول، تروتس، فيجن، شتات، فيرنت، لازم الاسم اللي يجي بعدهم يكون في حالة الجينيتيف. وده معناه إن أداة التعريف بتاعته هتتغير، ونهاية الكلمة نفسها ممكن تتغير. صدقوني دي أهم معلومة في الدرس كله. طيب، سؤال ليكم بقى، بعد ما شفنا الأربعة دول، إيه أكتر كلمة فيهم حسيتوا إنها عملية ومفيدة وهتبدأوا تستخدموها في كلامكم بالألماني على طول؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. يا رب يكون شرح النهاردة كان مفيد وسهل. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الدروس الجديدة. أشوفكم على خير في الدرس اللي جاي. سلام.